بالرغم ان احنا في 2024 لسه في بنات عندها اعتقاد ان التلميحات معناها حب او معناها اعجاب، ولمجرد ان الشخص مثلا بيعمل لهم لايك كتير على بوستات عندهم او بيعلق على بوستاتهم او بيقول كلام غير مباشر وهم بيتكلموا مع بعض، يبتدوا بقى يبنوا مشاعر جواهم للشخص لمجرد حاجات ما اتقالتش واضحة وصريحة ان انا عايزك. فالفكرة كلها بس ان البنت بتبدأ ترسم طموحات واحلام جوه عقلها، لدرجة ان في بنات ممكن تبقى بتتخيل بقى فستان اللي هي هتلبسه وشكلنا هيبقى لنا رقصة ولا ايه ولا اي حاجة. كل الحاجات دي ما تبينش ان الشخص عايزك او بيحبك. ممكن يبقى في اعجاب وممكن لا ولا في اي حاجة في دماغه خالص. مش شرط ان هو عشان بيعمل كده يبقى في اعجاب. حطي الاحتمالين في دماغك، لان ممكن يكون بيعمل مع بنات كتير كده. الرجالة غيرنا خالص، هم عشان ياخدوا الخطوة دي ناحية بنت وعشان يبدأ يحس ان هو فعلا في اعجاب او يبدأ ينقل لمرحلة الحب، هو عنده خطوات جوه عقله كتير جدا عشان ياخد الخطوة دي. بعدين الرجالة مختلفة، هم عندهم الاعجاب مختلف خالص. احنا بنعجب بواحد وخلصنا، هم عندهم بنت معجبين بشكلها وبنت تانية معجبين بدماغها وبنت تالتة وهكذا. هم عندهم الاعجاب مختلف تماما. في بنات بقى بتعمل ايه؟ هي اللي بتاخد الخطوة الاولى وهي اللي تروح تقوله على اساس ان هي زهقت، ممكن تبقى زهقت او عشان تقصر المسافات، وعلى اعتقاد منها ان الراجل اللي قدامها، الشخص اللي قدامها ده ممكن يبقى مكسوف ان هو يجي يقول لها او خايف يتحرج. اعرفي ان الراجل هو اللي بياخد الخطوة الاولى مش انتي خالص. اعرفي الراجل لو بيحب واحدة بجد وفعلا عايزها هتلاقيه بيلف وراها كده ولا كأنه بيحب عشان يتجوزها. فشيل من دماغك بعد اذنك بس حتة ان هما بيتكسفوا او حتة ان هو خايف يتحرج. هما هتلاقيهم عندهم خوف من الالتزام، ودي مشكلتهم مش بتاعتنا. الفكرة لما تيجي تبني مشاعر للشخص جواكي وهو لسه ما جاش قالك اي حاجة، انت هتفتحي على نفسك باب وجع وقلق غير طبيعي. ليه؟ لان اول حاجة الصورة اللي رسمتيها جوه عقلك ممكن ما تبقاش دي حقيقة الشخص خالص، فانت بنيتي مشاعر لشخص على خيالك انت. فلو الشخص فعلا طلع جد وجه اتقدملك او جه هو فعلا حبك ولقيتي شخصية تانية، انت مش هتعرفي تفكري صح ومش هتعرفي اكمل معاه ولا ما اكملش. وفي بنات كتير بتكمل لمجرد ان هي حبت الشخص، ونقع بقى في حتة I can fix him. تاني حاجة، لو الشخص حس انك معجبة بيه او بتحبيه وهو شخص مش كويس، ممكن يستغل ده او يلعب بيه. تالت حاجة، لما مشاعرك تتحرك ناحية شخص هو لسه ما قالش حاجة، انت هتحطيه في المكان الغلط، وممكن تبذلي مجهود على العلاقة على اعتقاد منك ان ممكن يقول حاجة، ومع الوقت هتدركي انك ضيعتي وقت ومجهود وسنين من عمرك على الفاضي مع شخص مش جد. افتكري ان مشاعرك غالية قوي، وعشان تتحرك ناحية اي حد هو محتاج يثبت ده بافعال مش لايك وكومنت على بوست.